يعطيكم العافية. أنا أمل محمود الشوملي، خبيرة التجميل. صار لي بهالمهنة أكثر من 20 سنة. طبعا كان عندي صالون أمريكان روز، استمريت فيه فترة طويلة. بعدين هلا عندي جنة رزان سنتر. الحمد لله رب العالمين. أنا اشتغلت على حالي واخذت دورات كثيره، واصلا انا كنت يعني خريجه الاكاديميه الباريسيه، وطلع من تحت ايدي كثير بنات فتحوا صالونات الحمد لله رب العالمين، موفقين ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ما زلت على راس عملي. بشتغل، بحب شغلي كثير كثير كثير، هو روحي وكل كياني. من ابرز خدمات داخل صالون جنة رزان سنتر، عندنا قص، عندنا سشوار، عندنا تجهيز عرائس، عندنا بيديكير ومانيكير، عندنا فساتين، بدلات، كل ما تحتاجه المرأة من تجميل، من أناقة، من بروتين، من صبغات، من هايلايت، لولايت، كله موجود عندنا داخل صالوننا. عندنا عدة أقسام بالصالون. عندنا قسم تنظيف البشرة، عندنا البيديكير والمانيكير، عندنا العناية بالبشرة، عندنا قسم البروتين، عندنا التساريح، الميك اب، في كتير عندنا أقسام متعددة، وكل الشغل الحمد لله موجود عندنا بالصالون للتجميل وكل ما تحتاجه المرأة. عندنا قسم للبروتين، من أنواع بروتين براندات عالمية، طبعا عندنا برازيلي، عندنا إيطالي، حسب الست شو بيحتاج له. بالنسبة للصبغات، بنختار للست، أي ست بتيجي لعنا بنختار لها شو بيلبق لها، شو بيلبق لبشرتها، بنعملها صبغات. عندنا ماركات عالمية، الصبغة كتير حلوة، بنعملها بكل أشكالها بكل ألوانها عندنا بصالوننا. أنا مدربة معتمدة، والحمد لله رب العالمين. طبعا خبرتنا بتشهد لنا، إحنا أكثر من 20 سنة خبرة بهذا المجال. كتير طلع من عنا خريجات. من أهم طموحاتي إني أوسع جنة رزان سنتر، أطوره مع التطورات. برضو مش غلط إنه نعمل فروع في محافظات أخرى لجنة رزان سنتر. بحب أقدم الشكر والامتنان لوالدي الغالي الله يطول عمره، ولأمي اللي كانوا من بداية مسيرتي معي وسندوني، لأسرتي، لبناتي، لأهلي الغاليين، أكيد لزبايني اللي أنا كبرت فيهم وبشوف حالي فيهم. وأهلا وسهلا فيكم أي وقت بجنة رزان سنتر. طبعا يسعد مساكو للجميع. أنا رهف، خبيرة البشرة. خبرتي ما إلها عمر معين صراحة، لأنه اكتسبت الخبرة من أمي، انولدت وهي أمي عندها صالون وأديتها بالصالونات. التجميل إشي كتير حلو، إنه أنا دراستي بتجميل، دراستي بتختلف عن التجميل، بس صراحة بحبها، يعني هي موهبة بالنهاية، ومش شرط الواحد يدرس على موهبته. بالنسبة لقسم البشرة وأي شيء بخص البشرة اللي بتحب أنا يعني أكون موجود لها، حجز قبل بوقت وبتحكي بدي رهف رفعت وبتشرفوا وبتنوروا. بحب أعطي كلمة لكل السيدات والنساء، لا تطلع عمرك، يعني بالنهاية العمر مجرد رقم، الاهتمام ما بيخلي عمر، التجميل ما خلى إشي صراحة. فأي وحدة بدها تهتم بحالها، تطور حالها، معناته ما بتقدري تعملي إشي، بالعكس أنت نصف المجتمع وبتعملي كل إشي. بحب أقدم لكم نصيحة، يعني أنا بالنسبة لي يعني درست، اشتغلت، عندي أكثر من مجال، بحب أكمل بأكثر من مجال، مش بإشي معين. فحاولي تطوري، اعملي من حالك. بالنهاية كل امرأة بتستاهل إنها تعطي حالها كل الاهتمام، تطور من حالها بالنسبة لدراستها، بالنسبة لجمالها. أنت تكوني بالنسبة لحالك النمبر 1. اهتمي بجمالك، ببشرتك، بأناقتك. بالنهاية الأم كنز لا يفنى. صراحة أنا أمي سبب نجاحي بالحياة كلها، بالنسبة لدراسة، تجميل، يعني بتشجعني على كل إشي. حاولي اهتمي بحالك وبأمك، تراها مش تيجي لحالك، تعي أنت وأمك. فبتنورونا وبتشرفونا، وأهلا وسهلا بالجميع بصالون جنة رزان سنتر.